إذا كانت اللوحة تفتح أحضانها لأولئك الذين فقدوا بصرهم، إلا أنها تفتحها من أجل اللمس ومعرفة هذه اللوحة. يحضر معنا أحد الأشخاص، الاسم الكامل العميم محمد. السي العميم، هذه فرصة من الفرص التي أتاحتها خديجة بوغرين لأشخاص من أجل لمس اللوحة، كيف تنظرون إلى ذلك؟ بداية مبادرة جد طيبة، سيما وأنها تعتبر من الوحيدة على المستوى الوطني وربما على العالم العربي، نظرا لتفردها في فلسفة جديدة في المعارض. نعم. معارض فن تشكيلي. نعم. لماذا؟ لأن الأصل في معارض الفن التشكيلي أنه ممنوع اللمس، لكن لاله خديجة بوغرين كسرت هذه القاعدة وجاءتنا بفكرة جديدة مدت جسرا من جسور الإبداع وأضاءت شمعة ووميضا وقبسا من نور في عالم كان دائما يعتبر بعيدا على مجال الفن التشكيلي والإبداع والصورة، محاولة أن تمزج بين الشكل والصورة في تلاقي إبداعي، معطية بذلك إمكانية للكفيف وضعيف البصر عموما كي يتلمس ويجسد ويحاول أن يتواصل بلغة أخرى غير اللغة الشفهية أو اللغة المكتوبة. فأعطتنا هذا معرض مسموح اللمس، هو في الحقيقة كما قلت معرض يتيح الفرصة. أنا شخصيا لأول مرة، لا سواء في النسخة الماضية أو هذه النسخة، أقوم بلمس هذه اللوحات وأحاول. كيف وجدتم هذه اللوحات؟ إحساسكم وأنتم تلامسون اللوحة؟ نعم. طبعا هو إحساس لا يمكن وصفه، لأنه إحساس، أولا إحساس جميل، وإحساس يحاول أن يحرك في دواخلي شيئا ما، وهذا هو الفن. الفن هو حينما تترك للإبداع أن يخاطب الداخل، أن يخاطب الكيان، أن يخاطب الوجدان، وأن يخاطب الروح. هي لغة من الروح إلى الروح. فن لاله خديجة بوغرين هو فن صادق، فن نقي، فن يمكن أن نسميه بالفن الأصيل. شكرا ودامت لكم العافية. بارك الله فيك.